يا اهلا وسهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اكلة المشويات اللي كلنا بنحبها وبنعشقها وبندور عليها في اي مكان. عملنا معاكم المشوي، الكفتة والكباب والفراخ والرز والطحينة والسلطة. اول خطوة هنا عملتها ان انا جبت بصلتين كبار وبدأت ان انا اقطعهم جوليان بالشكل ده في المضرب بتاعي وفرمتهم بالشكل ده. هبدأ انزل الجوانب كده، اشوف لو في حاجة متضربتش واعيد عليها ضرب مرة تانية. واجيب كمان حزمة من البقدونس تكون مغسولة كويس جدا وابدأ اقطعها حتت صغيرة. عندي هنا حتة دهنة صغيرة برضو كنت فرماها، ضفتها على حوالي 1.5 او 2 كيلو من اللحمة المفرومة. وضفت كمان البصل بتاعي، طبعا صفيته من اي سوائل، وحطيت كده معلقة من القرفة، وحطيت كمان معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الشطة. وضفت كمان بهارات اللحمة وبهارات المشويات، وحطيت معلقة صغيرة من السكر. وضفت كمان حوالي معلقتين من صوص الباربيكيو، مشويات يعني باربيكيو على طول. وحطيت كمان مكعب ونص من مرقة الدجاج. وبدأت اخلط الخليط بتاعي بالشكل ده كده علشان اجهز الكفتة بتاعتي. طبعا الكفتة علشان تمسك معاكي في السيخ لازم تكون خالية من اي سوائل، يعني لو البصلاية نفسها فيها مية لازم تعصريها وتصفيها كويس جدا جدا. بالشكل ده كده اقلب كل المكونات بتاعتي. هنا بقى ببدأ اجهز الرز. قطعت بصلاية حتت صغيرة وعليها معلقة سمنة ومعلقة زيت او كام نقطة زيت كده صغيرين. وبدأت ان انا احمر البصلاية بتاعتي لغاية اما يبدأ لونها يتحمر. وغسلت كمان الرز، حوالي كوبايتين من الرز، وحطيت معلقة يعني معلقة وربع كده صغيرة من السكر. وبدأت اضيف الرز بتاعي لما لقيت البصلاية خلاص بدأت تتحمر. اقلب بالشكل ده كده، وطبعا احط التوابل بتاعتي، الفلفل الاسود والملح والكركم بالشكل ده. وبدأت كمان ان انا اضيف المية، وحطيت كمان عودين من القرفة بيديهم طعم رائع رائع رائع، والليمونة المجففة بتاعتي. هنا طبعا يدوب المية تكون متغطية على الرز. لو عندك كبد وقوانص تقدري تضيفيها، طبعا بتديها تشويحة لوحدها في حلة او في طاسة، وبعد كده تضيفيها على الرز. هنا بدأت كمان من اليوم اللي قبليه كنت مجهزة الخطوة بتاعة ان انا اسيب الفراخ بتاعتي والكباب منقوعين في البصلاية. البصلاية طبعا مفرومة، عليها فلفل اسود وعليها ملح وعليها شطة وعليها حبهان وقرنفل وقرفة وبهارات المشويات وبهارات كمان الفراخ. وظبطت التتبيلة بتاعتها وحطيت معلقتين من الكاتشب ومعلقة من صوص الباربيكيو، وحطيت كمان عصرة ليمونة او ليمونتين حسب الكمية بتاعتك. وطبعا الفراخ مغسولة وجاهزة ومتقطعة على حسب ما انتي هتظبطيها، الدبابيس لوحدها، الوراك لوحدها، اجنحة لوحدها. وكل حاجة لازم بعد ما تغسليها وتنضفيها تشقيها بالسكينة علشان التتبيلة توصل لها وتكون جوسي او طرية معاكي. وطبعا ما تنسيش تحطي معلقة من هريسة الشطة، دي اختياري لو انتي بتحبي الاكل يكون سبايسي. هنا بدأت ان انا ارص الفراخ بتاعتي في بولة كده علشان هسيبها في التلاجة. سبتها لمدة 24 ساعة علشان يكون طعمها كويس جدا بالشكل ده كده. طبعا لازم اكون مجهزة كل حاجة،
عايزه اقولك ان نفس التتبيله دي عملت بيها كمان اللحمه اللي هي الكباب. لو عندك ريش او اي لحمه قريبه فيها حته عظم كده، او اللي بنقول عليه شغط اللي هي فيها نسبه دهون عاليه، علشان تديكي طعم ومذاق كده حلو في الاكل. طبعا انا حطيت كميه الفراخ كلها، والكميه الباقيه من الخلطه هبدا اضيفها كده على الوش، واغلف البولة بتاعتي واجهزها وادخلها التلاجة. انا هسيبها حوالي 24 ساعة، انت سيبيها اكتر لو يسمح الوقت معاكي. كده طلعتها خلاص علشان هبدأ اشوي. بصوا شكلها لما طلعت من التلاجة، تحسي ان لون اللحم نفسه بقى قريب من الخلطة. ودي الكفتة بتاعتي، وعندي كمان اللحمة اللي هبدأ اشويها. دي لحمة ضاني، اي حاجة ضاني هتلاقيها جاية معاكي في الشوي، يعني مش هتقولك لا ان شاء الله. هنا هبدأ اجهز كمان حفلة الباربيكيو بتاعتنا. ان انا مجهزة الفحم والشواية والشبكة وسياخ الكفتة والفحم الاحتياطي. بدأت كمان اولع كام فحماية وارميهم كده في النص علشان اولع كمية الفحم اللي عندي. هنا خلاص النار بدأت تحمى اهي. اول حاجة بدأت بيها كانت اللحمة علشان تاخد سوا على الهادي كده، ان هي تستوي براحتها. طول ما هي شغالة انا بهوي عليها بالريشة واحدة واحدة. لو انت حابة تهوي بمروحة مفيش اي مشكلة. وطبعا تيار الهواء بتشوفيه جاي منين علشان ياخد الدخنة ويطلع لبره على طول بره البلكونة، او لو انتي في مكان اوبن اير مفيش اي مشكلة. وطبعا هنخلص كمية اللحمة بتاعتنا ونبدأ نشتغل كمان في الفراخ. وطبعا تكوني عارفة ومتأكدة ان لازم تحطي في الشبكة كميات يعني قد بعض، الحتت تكون قد بعض او تكون نفس النوع، يا اما صدور بس او وراك بس، علشان كل حاجة بيكون ليها سوى او درجة حرارة معينة علشان تستوي معاكي بشكل كويس. وتقلبي على الوشين بالشكل ده علشان مفيش حاجة تتحرق معاكي، وتهوي بالراحة قصاد الشوي بتاعك بالشكل ده كده. كل ما تخلصي كمية تشيليها وتحطي بدلها، وهكذا لغاية ما تخلصي الحفلة بتاعتك. هنا عملتها دي بقى دبابيس، قلت دي اخر حاجة في الفراخ هتكون دبابيس بس. واللي انت بتطلعيه افرشي كده في الحلة او الصينية رغيف او رغيفين عيش بلدي، وحطي عليهم رشة من البقدونس، وضيفي كمان الفراخ والكباب بتاعك والكفتة علشان يفضل سخن معاكي. هنا صبعت الكفتة بالشكل ده. طبعا وانت بتصبعيها بيكون معاكي طبق فيه مية ونقطة زيت، وتغمسي بايدك وتصبعي صباع الكفتة بالشكل ده. وهنا النار كانت خلاص بقت حامية، دي اخر مرحلة خالص. بدأت ان انا اقلب السياخ كلها واحدة واحدة وهي على النار. وده كان الشكل النهائي، غرفنا بالشكل ده. وكنا مجهزين سلطة البابا غنوج مع المشويات بتاعتنا والرز اللي عملناه مع بعض، مع رشة جريئة كده من السوداني المحمر في سمنة، والطحينة ولا أجدعها حاتي، والسلطة البلدي اللي كلنا متعودين عليها في أي مكان، ومية سلطة كمان تظبط الدماغ كده جنب الأكل بتاعنا. يا رب تكون الأكلة سهلة وبسيطة وعجبتكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وبألف هنا وشفا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش كمان تشجعونا بتعليق صغير. استنوني الفيديو اللي جاي.